ينابيع الإيمان كلام عن يوحنا الدلياثي، وهو أيضاً الروحاني والشاهد الحقيقي لسر المسيح في حياته، وهو أيضاً الروحاني الكبير في الكنيسة الأرثوذكسية من الآباء الشرقيين والسريان الكبار. يوحنا الشيخ يسمى أو الشيخ الروحاني، هو أحد آباء الكنيسة السريانية القديسين. كان حتى زمن غير بعيد مغموراً إلى أن أخذته مخطوطاته تشق الطريق إلى النور. إذن مسيرة هذا القديس بدأت أيضاً في القرن الثامن، وأمضى قسماً كبيراً من حياته في الدير والمحبسة. نشأ وترعرع في بيت نهدرة، وهي منطقة تقع في وسط سهل نينوى بين صحراء ما بين النهرين وجبال الإكراد. دخل إلى دير ماريو ساداق في بلاد كردو، حيث لبس الثوب الرهباني، ثم انتقل إلى جبال الدوالي منصرفاً إلى الصلاة والتأمل والممارسة الزهدية في حياته. لهذا اقتضى الأمر أن نأخذ عند هذا القديس مفهوم الصلاة في الحياة الروحية. ونحن تعرفون أيها الأحبة في زمن الصوم ضروري نعرف ماهية الصلاة في حياتنا من جهة، وكيف نعيشها بأمانة ثقيلة. يقول لنا هذا القديس: الصلاة الدائمة ليست هي بكثرة الكلام، بل هي تمجيد ينتبه في القلب دائما في كل موضع وفي كل حين. الطوبة التي لا ينطق بها تعطى لمحبي الصلاة، وبها يكون القلب مسكنا لله، ويكون هو أيضا مسكنا للحياة الروحية. ويقول كذلك: ادخلي صلي في الخفاء بمخدعك، وهناك ترى أباك المخفي، ومكافأته في الظاهر تأخذ إشراقة في نفسك. إذن هذا القديس يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، ليس فقط أن الصلاة الدائمة هي أيها الأحبة تحريكاً للشفاه من جهة، وكذلك الغوص في العمق مع الله الآب. إذن تحتاج الصلاة من عندنا عمق إيماني في حياتنا الروحية، وكذلك كيف أنا اليوم أصمت حتى يتكلم الله من خلالي ومن خلال الصمت. أيضاً يأتي الأمر المتوحد في حياته عندما يبحث عن الهدوء والسكينة. إذن الصمت عند هذا القديس ضروري أن نفهم من خلال الصلاة هناك بحث عن الصمت في حياتك أيها الإنسان حتى تصغي إلى صوت الله. إذن الصلاة ليست كلمات فقط نقولها أو نثرثرها أو نحكيها بصورة سريعة، بقدر ما تكون أنت أيها الإنسان لديك العمق حتى تكتشف مفاعيل الإيمان في حياتك. هذه المفاعيل اللي تخليك أنت إنسان آخر، تتجرد عن كل شيء حتى تتحد بالكلمة المتجسد. إذن الصلاة أيها الأحبة عند هذا القديس هي اتحاد كلي. فلهذا كثير من الأحيان نشوف كثير من الناس وقت ما يصلي لديه كثير من الشرود، ما يعرف كيف يحيا صلاة القلب. هون مع صلاة القلب يقول هذا القديس: عندما تصلي صلاة القلب هناك تنشر سلامك في قلب المحيط لك، لأن هذا السلام عيجيك من خلال الصلاة. إذن كلماته كثير هي قوية، وكثير أيضا تعطي لك أيها الإنسان تعزية، حتى تفهم أنه دورك في الصلاة ليس فقط داخل الجماعة، بقدر ما خلال الصلاة فعلا تتحد وعندك دعوة، إيمانك عندك دعوة ورسالة حتى توصل صلاتك للعالم أجمع. إذن من خلال الصلاة وحتكون أيها الإنسان نورا للعالم وملحا للأرض في عملك، في طيبتك، في خدمتك. إذن الصلاة هي بداية مشوار، نستطيع نقول بداية مشوار خلاصي، حتى أنت من خلال هذا المشوار تصل متحد مع الرب يسوع. هذا الأمر ما يجي
إذا ما تدخل إلى كلمة الله وتقبل هاي الكلمة تتغلغل في حياتك. والسؤال اللي ينطرح، أنت اليوم أيها الإنسان هل مستعد لهذا الشيء؟ مرات ما يكون عندنا استعداد حتى نصلي. كان عندنا أيضا جفاء في حياتك أيها الإنسان، عندك هاي اليبوسة في حياتك، ولهذا ينصح هذا القديس، أكو آية مقولة يقولها: الصلاة الدائمة ليست هي حركة شفاه وكثرة تركيب المنطق، بل تمجيد بانتباه في القلب. إذن أنت أيها الإنسان هتعرف معنى وجود القلب في حياتك، هتعرف من خلال القلب أنت هتقدر تقدس مسيرة الله في حياتك، هتعرف من خلال الصلاة هتعرف كيف أنت تكون في اتحاد كلي مع الآب السماوي. فلهذا كثير من القديسين يعرفون يعطون الحب من خلال القديسين، كان صلاتهم هي صامتة. وخاصة نقرأ أيضا عند القديس توما الأكويني وقد ما كتب كتابه الخلاصة اللاهوتية في 12 مجلد، 12 مجلد يعني مجلد كبير. نحن من خلال 12 مجلد كان فقط يتأمل بالمصلوب، فقط تأمله بالمصلوب وصل له أنه يكتب 12 مجلد. إذن الموضوع هو كبير، لهذا نحتاج صفاء الذهن. يأكد علي يوحنا الدلياثي يوحنا سابا أنه صفاء الذهن يوصلك أنه أنت فعلا في يقظة تامة في علاقتك مع الله، وهذه اليقظة تخليك أنت فعلا ثباتك ودعوتك ورسالتك. إذن بالصلاة نفهم أن الدعوة هي في خطر كبير، لكن إذا أنت تكون مشدود نحو الله مثل ما يقول يوحنا الدلياثي معناته فعلا هناك فعل حب، فعل حب حقيقي في قلبك، عندك تجذر حقيقي. يقول ربنا يسوع: أنا الكرمة وأنتم الغصان. في صلاتك أنت غصن حقيقي وليس يابس. فلهذا ضروري نحن من خلال الصلاة ندرك سر مشيئة الله في حياتنا. كثير من الأحيان نشوف شباب وصبايا ما عنده وقت أنه يصلي، ما يختلي مع الله ولا يعرف كيف يختلي مع الله، ما تعلم في هذا الشيء إن كان في تربيته في داخل عائلته أو في كنيسته أو في أيضا في مدرسته. هذا الشيء ما حد علمه. ما هذا الموضوع جدا صعب، خاصة نشوفه اليوم مع شبابنا. إنسان ضيع، إنسان تعبان. وإذا سألنا عنه هذا السؤال: أنت اليوم فعلا عندك علاقة مع الله؟ وحيسكت، ما راح يجاوب، ماكو إجابة، لأنه هو بعيد. والإنسان البعيد عن الله كان فقد النعمة الإلهية في حياته، فلا تتوقع أنه حيصلي. كثير من الأحيان وخاصة نقراها عند القديس أغسطينوس: بخطائك أيها الإنسان فعلا تبحث عن وجه الله. إذن الخطية أيضا تساعدنا يوم من الأيام أنه نعود مثل ما شفنا مع الابن الضالة العودة الحقيقية في حياتنا. لهذا يوحنا الدلياثي يأكد على نسمة الصحراء في حياتك تبحث عنها أيها الإنسان حتى تفهم مسيرتك، تفهم دورك في الحياة، وتفهم أنه أنت إنسان الله خلقك، ضروري هذه الروح اللي بداخلك تحافظ عليها. فلهذا كثير من الأحيان نشوف شباب وصبايا حتى الروح مالتهم كنت تعبت، كان أزهقت الروح، ما يعرف كيف تعود روحه مرة ثانية إلى علاقته مع الله. ومن هنا نستطيع القول من غير الصلاة سوف تبدأ الخطيئة تتغلغل هنا وهناك. يقول أيضا يوحنا الدلياثي: الصلاة هي طهارة العقل، أي طهارة فكرنا. لا بد أن يكون فكرنا حين يدخل إلى الصلاة على حد أدنى من الطهارة. لهذا نشوف ضروري نحن قبل ما ندخل في الصلاة هناك دائما صمت، هناك تهيئة حقيقية في حياتنا، وهيئ المكان. وقبل أن نهيئ المكان أهيئ ماذا؟ قلبي. ما دعوا الأطفال يأتون إلي لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كم إنسان اليوم هو قلبه بريء، كم إنسان اليوم هو
فعلا عنده هالنقاء وعنده هذا الصفاء في حياته الروحية ولا الإيمانية ولا الإنسانية. لهذا ضروري نعرف قيمة نفسنا من جهة، وكيف نحافظ على أجسادنا. مثل ما نقول أجسادنا هي هياكل للروح القدس، حتى أيضا هذه الأجساد تجسد أيضا، وهذا السجود بحد ذاته يخليك أنت في اتحاد مع الكلمة المتجسد، ليس فقط أنه تكون حاضر في داخل الكنيسة. ولهذا نشوف كثير من الأحيان في بعض الكنائس الإنسان اللي يسجد فعلا أكو غمرة حب، غمرة الله في حياته، وغمرة الروح القدس كن سكنت داخله، لأن الجسد كيانيا وجوديا روحيا إيمانيا هو مرتبط مع منه؟ مع الله. لهذا الأمر نحتاج اليوم فعل سجود في حياتنا، وأيضا نعلم أولادنا على هذا الشيء، فعل السجود. لا أنا اليوم حتعب، لا أنا اليوم ما أعرفيش، أنا ما عندي وقت، أنا رجلي تعباني. هي دقائق و5 دقائق 10 دقائق ما تأثر، بس إذا أنت تمسك التليفون ساعات وراحات على كل الأصعدة أيضا راح تتعب معه. بس اللي حيتعب مو فقط جسدك لكن روحك. الله يطلب من عندنا أنه تكون دائما روحنا متعلقة به، وهذه الروح ما تكتمل أيها الأحبة إذا ما تكون دائما أنت أيها الإنسان في تجذر مع الكلمة وتعيش الكلمة وتكون متحدا بها. هذا الاتحاد يقول عنه يوحنا الدلياثي هو اتحاد ليس بالصورة لكن بالحقيقة. هذا الاتحاد اللي يخليك أنت ابن الله من جهة، وكذلك تعرف مسيرتك مع الله كيف تكون، وبالأخير من خلال الصلاة سوف تكون شاهدا. اليوم من خلال الصلاة هتعرف أن الشهادة هي تتطلب من عندك شجاعة البشارة. من خلال الصلاة هتعرف كيف تبني علاقة حب مع القريب ومع الآخر. لهذا كثير من الأحيان الإنسان اللي يصلي مرات خاصة يحكوا أباء الكنيسة على دموع الانسحاق، دموع الانسحاق اللي فعلا عندها هاي الندامة، عندها هاي التوبة، حتى تأثر في قلب الله. وهذا الدخول في العلاقة مع الله يحتاج دائما دموع حقيقية ثابتة تتغلغل وتأثر بالإنسان حتى ينطلق إلى البشارة. يوحنا الدلياثي يأكد على هذه الدموع هو وإسحاق السرياني، حتى من خلال هذه الدموع تعرف أولا أيها الإنسان دعوتك، وهذه الدعوة ما تكتمل إلا ما يكون فعلا نور الله يسكن فيك، وحتى يتغلغل هذا النور عليك أنه أنت تثبت وجودك وتكون دائما حيا في داخل الكنيسة. هون أيضا يأكد يوحنا الدلياثي على أن أجسادنا تكون أيضا أحياء في قلب الكنيسة، لها أدوارها، لها حضورها، لها شهادتها الإيمانية، وكذلك حتى تعرف أنت هذا الدور شلون رح تتحمل مسؤوليته، وحتى أيضا تكون بشرى سارة في قلب المتألمين. لهذا يأكد يوحنا الدلياثي أن الصلاة هي دعوة أنه تدخل أنت في قلب الله، حتى هذا القلب يخليك أنت تنطلق إلى قلب المتألمين والموجوعين. كثير من الأحيان اليوم في مجتمعنا، في مجتمع بغدادة، كثير من الأشخاص يعانون الأمراض، يعانون الأمراض الشتى من أمراض السرطان وغيرها من الأمراض النفسية أو الجسدية. والسؤال اللي ينطرح، فكرتنا نحن يوم من الأيام نزورهم ونصلي معاهم، إن كان بالأخويات كان بالجروبات؟ كثير من الأحيان يعيش الإنسان الليل المظلم في حياته، خاصة وقت ما يجي الليل هناك فعلا الألم، هناك فعلا الجرح، هناك فعلا الابتعاد. وأيضا لا ننسى الابتعاد يؤثر على حياة الإنسان، ويبدأ التجديف يتغير ويغير الإنسان نحو الأسوأ. لهذا الصلاة هي تغذي حياتنا وتقوي علاقتنا مع الله وتثبتنا في مسيرتنا مع الله، وأيضا يحصل هناك قلب سلامي في قلب العالم. المقولة الأخرى اللي يقول عليها يوحنا الدلياثي: الصلاة هي عملية موت وقيامة. عبر الصلاة يموت الإنسان عن العالم لكي يحيا مع المخلص، كأنها ولادة ثانية عبر سر المعمودية يغطس بالماء ويخرج منها. كلمات جدا صعبة أن نفهمها. هذا القديس يوحنا الدلياثي في القرن الثامن يخلينا نفهم
كم نحن ضعفاء، وكم نحن اليوم نحتاج إلى عمق في حياتنا الأسرارية حتى ندرك سر مشيئة الله، وكيف هذا السر، سر المعمودية، يخليني أنا أعيش مفاعيل الإيمان من جهة، وكيف أكون أنا ابن الله، وكيف أنا أتحد مع ابن يسوع مثل ما قربنا يسوع في إنجيل يوحنا: أنا والآب واحد. إذن بصلاتك عتشترك بموت وقيامة الرب يسوع. هالبعد الكريستولوجي الأواخري يخليك أنت تفهم معنى هذا الحدث في حياتك. معناته أنت لازم أيضاً تفكر ملياً كيف تكون روحك اليوم متحدة مع الله، حتى هذه الروح تكون في انبثاث حقيقي وانبثاق حقيقي مع الكلمة المتجسد، وتكون أيضاً في محور القيامة. هذا المحور اللي يخليك أنت تتجدد بالنعمة، وما بس هيك فقط، حتى تفرغ نفسك للعالم كله وتفرغ نفسك لله. هذه المسيرة اللي تخلينا نفهم أنه دعوتنا ما تكتمل أيها الأحبة إذا ما تعرف كيف تعيش لغة الأسرار الحقيقية، حتى تكون في مأمن من جهة، وكذلك حتى تفهم أنه دعوتك ما تكتمل إذا ما يكون عندك قلب نقي، قلب يتحد مع الله، قلب يرسل السلام لقلب كل إنسان متألم. وكذلك من خلال الصلاة عليك أن تفهم أن الصلاة هي مسيرة حب مع الرب القائم من بين الأموات، ليست فقط كلمات، لكن إذا دخلنا إلى الجوهر نحتاج أيها الأحبة الكثير من النضوج والكثير من العمق حتى نفهم مسيرتنا مع الله. آخر مقولة يقول لنا: عبر الصلاة هناك مجالسة تأملية شخصية مع الرب، علاقة صداقة حية معه هو القدوس. مسيرة الحب أيها الأحبة ما تكتمل إذا ما تكون فعلا شخصيتنا في اتحاد مع شخص الرب يسوع. ونراه أيضا مع التلاميذ، كان يختلي أو يصعد للجبل، وكذلك كلماته للتلاميذ: صلوا ولا تملوا، من جهة اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. إذن مسيرة الحب مع الله تحتاج من عندك أن تفقه أيها الإنسان لغة التأمل. التأمل مع الله يحتاج خلوة حقيقية في صحراء أنت تختار أيها الإنسان، بتجردك، بالإماتة التي تعيشها في حياتك، وكذلك حتى تعرف أنت وين وصلت في علاقتك مع الله. خاصة نحن نحتاج اليوم أنه نشهد للمسيح في حياتنا. خلال 24 ساعة أيها الإنسان لو عملت اختبار كم ساعة اليوم عتكتشف يسوع، عتعطي نفسك ليسوع. كم ساعة أنت اليوم على السوشيال ميديا مبتعد عن النعمة الإلهية. كم ساعة أنت اليوم ماخذ المخدي ونيم ومرتاح وما عاد تفكر مليا كيف تشهد للمسيح في حياتك. إذن من خلال البعد العملي ترتبط أيضا الصلاة، صلاة وعمل، وهذا كله أيضا ما يكتمل إلا من خلال أيها الأحبة في زمن الصوم، هو الصوم عن كل شيء، صوم اللسان وصوم الحياة الرذيلة اللي تخليك دائما في مرحلة طهارة في حياتك، حتى الله يطهر نفسك بكل أمانة وبكل فرح. فلهذا نشوف كثير من الأحيان ويحسدون كثير من الرهبان والراهبات: ليش هذا الراهب عنده فرح؟ ما هو معزول عن العالم، كنت ترك كل شيء. ليش أنا اليوم عندي كل شيء، سيارة وبيت ومتوفر كل شيء والرفاهية كل شيء، وما سعيد؟ وليش هذا الإنسان سعيد؟ نسأل نفسنا هذا السؤال: ليش عندهم هالرهبان هالفرح الحقيقي اللي يقدر يقدمه؟ والجواب هو كلمة واحدة فقط: أنه هو فعلا في علاقة حب مع الرب. أما أنت أيها الإنسان فلديك علاقة حب مع العالم، وهذا ما لا يريده الرب يسوع. لهذا نحتاج أن نفهم دعوتنا أيها الأحبة، هذه الدعوة اللي تخليك أنت فعلا ثابت في مسيرتك الإيمانية وثابت في صلاتك، حتى ربنا يسوع المسيح يغمرك بحنانه وتكون ابنا في الأمثولة الحقيقية للكلمة المقدسة اللي تقدس حياتك. يقول الرب يسوع:
كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. صلاتنا في هذا اليوم أيها الأحبة أنه نشكر ربنا يسوع على هذه العطايا التي قدمها لنا يوم بعد يوم حتى نفهم مسيرتنا، وهذه المسيرة تحتاج فعلا مسيرة توبة حقيقية وندامة حتى نعود إلى أحضان الكنيسة ونكون فعلا سراجا مضيئا في درب الرب، له كل المجد إلى الأبد. آمين.